بابا احنا جعانين. طبعا ماما لسه ما جتش من الشغل. حاضر. الأولاد جعانين. حاضر، ثانية واحدة هسخن الأكل. بابا معلش خليها بعدين، أنا تعبانة ورايا شغل كتير. بابا ورايا شغل كتير، معلش خليها بعدين. بابا خليها بعدين. هو مفيش حاجة النهاردة ولا إيه؟ وحشتيني بقالنا كتير مش بنقعد مع معلش خليها بعدين، أنا تعبانة ورايا شغل كتير بكرة. وانتي مين طلب منك إنك تشتغلي؟ على فكرة أنا مش مقصرة في حاجة، لا معاك ولا مع الأولاد. أنا كل يوم برجع من الشغل أنظف واغسل وحضر الأكل، وبرضه مش عاجب حضرتك. لا يا هانم مقصرة، لما احتاج واحدة ست زي أي راجل مش بلاقيكي، ما انت على طول تعبانة. وأولادك مش محتاجين أكل وشرب وغسل، محتاجين حضن أمهم. لما بنتك يكون عندها مشكلة المفروض تروح لمين؟ وانتي دايما مشغولة. ده انتي حتى مقصرة في حق نفسك، اتبهدلي وأهملتي نفسك آخر مرة حاولوها لك. مكانك في بيتك، انتي اتخلقتي علشان كده، علشان تتكرمي مش تبكي فرجة واللي رايح واللي جاي يشوفك. بين السحب ونجوم الليل انسج حكايات ونية الحنان. نفرض اوقات الزمان ابحث عن لحظة امان بين السحب ونجوم الليل انسج حكايات ونية الحنان.